السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم خيار مخلل. انا اشتريت شوية الخيار دول، خيار كبير. المفروض ان هو الافضل يكون صغير ويتخلل سليم، لكن انا هقطعه. انا بحب اقطعه لما بيتخلل علشان يبقى سهل لما اجي اخد للاكل، يبقى سهل متقطع على طول. فانا هقطع دول وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. وده الخيار بتاعنا بعد ما قطعناه. قطعناه بالطريقة دي. دلوقتي بقى نجيب المية بتاعتنا. ادي المية، هنضيف عليها البهارات دي. عندنا ملح 6 معالق ملح كبير، ونص معلقة شطة صغيرة، والشطة دي عشان تقضي على اي بكتيريا موجودة في الخيار. ودول فصين توم متقطعين، ودي ربع معلقة كزبرة ناشفة، وممكن تحطي كزبرة حصو لو عندك، لو ما عندكيش مطحون. هنضيف الحاجات دي على المية، وهنضيف عليهم نص كوباية خل. لو انت عايزة الخيار سريع بتخلي المية دي بتغلي، تحطي مية بتغلي، لكن انا حطاها دافية، يعني غليتها وسبتها لما بردت. هدوب الملح وهضيفه بقى على الخيار بتاعنا. ممكن تخللي كمان معاه فلفل، ممكن تحطي مع الخيار فلفل. هنضيف بقى الخليط ده على الخيار بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل خيار مخلل اتعمل في 3 دقايق كده. خلاص خلصنا الخيار بتاعنا اتخلل. انا عملته في العلبة ديت كبيرة عشان ما عنديش حاجة ازاز على قده، فاضطريت اعمله في العلبة البلاستيك دي، لكن هو طبعا يفضل يتعمل في حاجة ازاز. انا هسيبه بره التلاجة، ولما يخلص هصوره لكم برضو لما يتعمل. وبعد ما يتخلل هشيله في التلاجة علشان ما يتهريش وينعم ويبوظ. لكن لو انت شلتيه في التلاجة من اول ما يستوي هيفضل معاكي مقرمش لحد اخر حتة تاخديها. فاول ان شاء الله ما يستوي هشيله في التلاجة، ونبدأ ناخد منه بقى لما نيجي ناكل. لما يستوي ان شاء الله هصوره لكم وهوريه لكم. تابعوا معايا الفيديو للاخر. وكده يا حبايبي فات يومين على تخليل الخيار، وده الخيار بتاعنا بعد ما تخلل. جميل جدا في الطعم ومقرمش. علشان بقى احافظ على القرمشة بتاعته دي زي ما هو، هشيله من النهاردة في التلاجة. يعني اليومين دول انا كنت سايباه بره التلاجة، دلوقتي هشيله في التلاجة ونطلع منه بقى براحتنا لما نيجي ناكل. وزي ما قلت لكم انا بخلله متقطع عشان يبقى سهل عليا اطلع على طول مع الغدا مع العشاء وناكل. مش هطلعه سليم واقطع وكده، فعشان كده انا بحب اقطعه.
لكن الخيار اللي بيبقى صغير قوي بخلله سليم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.